ضيفي النشا على الخميرة وهتعملي كل يوم القرص المبسوسة الناعمة. تعالي هعلمك ازاي تعملي قرص ناجحة 100%، وطريقة جديدة خالص للقرص المبسوسة. ادخلي بس انتي تابعي معايا الفيديو وشوفي هنعمل القرص المبسوسة ازاي بمعلقة النشا وشوية الخميرة. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني ياريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة بمعلقة النشا على الخميرة هنعمل القرص المبسوسة. اول حاجة معايا نص كوباية من المية تكون دافية، وحطيت عليها نص معلقة كبيرة من السكر، وحطيت نص معلقة كبيرة من الخميرة. ممكن تبقى معلقة صغيرة اللي هي سكر او معلقة صغيرة من الخميرة، وحطيت معلقة نشا كبيرة وضوبتهم كويس وهسيبهم يرتاحوا معايا. عايزاهم لازم انا كده بختبر الخميرة بتاعتي عشان تخمر معايا. هنا معانا الدقيق، معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين كبار من السكر زي ما انت شايفة كده معايا يا زهرة الكون. تابعي معايا الخطوات صح علشان تعرفي تعملي القرص بأنجح طريقة. هنا معايا معلقتين كبار من السمسم، ومعايا نص معلقة كبيرة من خميرة الكحك او ريحة الكحك. لو مش موجود عادي استغني عنها. لو عايزة تحطي محلب برضو مفيش مشكلة، عايزة تحطي شمر وينسون برضو دي بتاعتك انتي. هنا معايا ربع معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. دي كل مكونات الجافة. نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من السكر، عليهم معلقتين كبار من السمسم، نص معلقة كبيرة من ريحة الكحك، ومعايا نص معلقة ملح وربع معلقة كبيرة من البيكنج باودر. دي المكونات الجافة. هنا معايا السمنة، معايا كوباية من السمنة زي ما انت شايفة. ممكن تشيلي منها مثلا معلقتين وتحطي مكانها زيت زي ما انت حابة، بس انا هستخدم كوباية السمنة وهحط 4 معالق من الزيت. ممكن تبقى نصها زيت ونصها سمنة، مفيش اي مشكلة. الكوباية بتاعت السمنة اللي انت شايفاها. انا هنا في الحالة دي حطيتها على النار، بس مش هخليها لغاية ما تغلي معايا، لا انا عايزاها مجرد ما تسخن معايا، تسخن يعني تسخن حلو يعني، بس ما تغليش. وهحطها في الدقيق زي ما انتوا شايفين. هقلب طبعا بالمعلقة، ما تقلبيش بايدك علشان السمنة سخنة معايا. الطريقة دي بتخلي القرص معاكي حاجة تاني خالص. يا ريت تجربيها يا زهرة الكون وهتدعيلي ان شاء الله. قلبيها كده بالمعلقة كويس، وبعد كده سيبيها تبرد كده 5 دقايق بس، وبعد كده اشتغلي بيها بايدك وبسيها عادي زي ما بنبس القرص المبسوسة وزي ما بنبس الكحك بالظبط. بس ما تحطيش ايدك لان دلوقتي هي سخنة اهي. شوفوا هي مش سخنة قوي يعني، بس سيبيها شوية. بعد كده امسكي بايديكي واقعدي بسي فيها. طبعا الكمية قليلة عادي اعمليها بيد واحدة مفيش مشكلة، لكن لو كمية كتير طبعا هتعمليها بايديك الاتنين. هنا النص كيلو هياخد معاكي ربع كيلو من المادة الدهنية عشان تبقى معاكي مظبوطة 100%. لو هتعملي كيلو هياخد معاكي نص كيلو برضو بالظبط. الكمية دي مظبوطة جدا. ممكن تشيلي ربع يعني تبقى نصها زيت ونصها سمنة المادة الدهنية مفيش اي مشكلة. هنا انا حطيت نص كوباية المية، وهشوف هاخد مية قد ايه اللي هي حطيت فيها الخميرة. كده انا هدوب العجينة كويس بالمية زي ما انت شايفة، وهجيب برضو كوباية مية جنبي عشان اشوف كمية المية اللي انا هاخدها. انا خدت كده كوباية الا ربع من المية، يعني حطيت نص كوباية بعد كده حطيت ربع كوباية تاني. وهو ده القوام المظبوط للقرص بتاعتنا. ونضف الطبق بتاعك كده يا زهرة الكون. شايفين الطريقة؟ شايفين؟ بصوا السمنة لما بتبقى سخنة معانا بتدي مطة كده شوية للعجينة بتاعتنا، وبتخليها يعني تشتغلي فيها طريقة حلوة. شايفين ناعمة ازاي؟ بتدي نعومية كده للعجينة بتاعتنا، ما تبقاش وشها مقشف كده من فوق ولا وشها ناشف ولا اي حاجة، تبقى بتلمع كده قرص بتلمع. بس كده انا هريحها يعني 5 دقايق بس. بقول لكم انا خدت كوبايه الا ربع من الميه. مجرد ما اجهز الصواني بتاعتي انا هشتغل تقطيع على طول. احنا ما بنسيبهاش تخمر، لكن اصلا الصواني لازم تخمر. القرص المبسوسه لازم تخمر على الصواني، ما تقطعيش وتدخلي على طول الفرن، لا سيبيها في مكان دافي كده لازم تعلى معاكي. قطعيها كده وسويها كويس وقفلي عليها كويس من تحت عشان ما تبقاش فيها حته بيضه وحته حمرا. بصي لها كده من تحت انت بعد ما تلفيها كده واعمليها بين ايديك كوريها. بعد كده بصي لها، بصي
خليها ملساء من تحت عشان تطلع معاكي لون واحد موحد كده. شايفين اهي، قفليها كده كويس وبس كده تمام. شايفينها بتلمع ازاي؟ عشان السمنة معانا ايه، سخنا السمنة. احلى قرص هتعمليها بايديك القمر. هنجي للتسوية زهرة الكون. انا كده هقطعها وايه وافردها، وبعد كده ايه بالشوكة بنخرمها ونسيبها تخمر. لازم تخمر، لازم تشوفي الطبقة اللي انت عملتيها عليت معاكي كده، يعني تخلي بالك انها لازم تخمر. ما تحطيش القرص على طول في الفرن. هنا لما تيجي تدخليها الفرن يا زهرة الكون، شغلي الفرن على درجة عالية ودخليها الفرن. مجرد ما تدخليها الفرن هدي النار شوية، يعني ما تبقاش النار عالية، يعني تبقى متوسطة، عشان عايزينها قرص دي هتبقى قرص ناشفة معاكي، وممكن تخليها برا التلاجة تقعد معاكي شهر واتنين. الجماعة اللي بيروحوا الحج طبعا بيعملوها عشان بتقعد معاهم مدة طويلة. ده لو عاملة كمية كتير، لكن احنا لو عملنا نص كيلو ولا كيلو بيتاكل في يوم وخلاص كده. اهم حاجة التسوية الصح. تدخليها، وبعد ما تدخليها على فرن ساخن تهدي النار شوية، بعد كده تسيبيها تاخد لون من تحت. مجرد ما تاخد لون افتحي عليها الشواية عندكي تحت وفوق، شغلي تحت وفوق على نار هادية. شايفين انا وبعد ما فردتها بعملها بالشوكة، بخرمها كده بالشوكة عشان تدينا منظر القرص المبسوسة زهرة الكون. شايفين؟ بس كده تمام. هنسيبها تخمر طبعا في مكان دافي، وبعد كده نخبزها مع بعض. شايفين؟ تحفة. شوية النشا، اهم حاجة معلقة النشا مع الخميرة، واهم حاجة السمنة تبقى مقدوحة. شايفين؟ لازم تعلى كده معاكي كده، هي خمرت معانا. بس كده انا خبزتها وطلعت اهي من الفرن. شايفين لونها اهو اللي بتكلم فيه. طول ما انت تساوي من تحت تطلع معاكي لون واحد من تحت، ما تبقاش فيها حتة بيضة وحتة عالية وحتة واطية. شايفين وشها بيلمح كده؟ حاجة بصراحة تحفة وسهلة خالص وبسيطة يا زهرة الكون زي ما انت شايفة. مكوناتها طبعا هي سهلة خالص، ولا بنحتاج لبن ولا بنحتاج اي حاجة. بس ما تنسيش معلقة النشا مع معلقة النشا بتدينا نعومية للقرص بتاعتنا، والسمنة المقدوحة بتخليها برضو ناعمة. شايفين؟ طبعا مش مقدوحة قوي يعني، بس تسخن، لازم تسخن معانا. تاكليها كده من غير اي حاجة كده بصراحة تحفة. تشربي بيها شاي بلبن، تشربي شاي سادة مع جبنة مع شوية عسل. حاجة كده بصراحة تحفة، وطريقة سهلة وبسيطة زي ما انت شايفة معايا زهرة الكون. بس ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. بكون خفيفة على قلوبكم، وبشكر كل زهرة اشتركت عندي، ومع السلامة.